أول ما بنسمع كلمة الصحراء بتخيل أراضي واسعة مغطاية بالرمال، كثبان، جمال، خيم وبدو. هالصورة صحيحة، بس عمليا في أشكال تانية من الصحاري مثل هي وهي وهي كمان. يا ترى شو هي الصحاري وشو هي أهم أنواعها؟ كيف تكيفت الكائنات الحية معها؟ رح تعرفوا إجابات هالأسئلة وقتها بحلقة اليوم. لتدعموني ما بدكم إشارة، اشتراك ولايك، نزل لي هالشارة. مرحبا يا علماء المستقبل، أنا وجد ياسين وهيدي قناتي من جدة وجد، واليوم رح نحكي عن الصحاري. معنى الصحراء بمعظم اللغات هو الأرض الواسعة الفقيرة بالنباتات وما فيها حياة. بس عند علماء المناخ الصحراء هي المناطق اللي الأمطار فيها قليلة كتير، أقل من 250 ملم بالسنة. صنف العلماء الصحراء بعدة طرق، مرة حسب كمية المطر، ومرة حسب الموقع الجغرافي، ومرة حسب المناخ، وغيرها كتير. وهيك صار عنا أنواع كتيرة من الصحاري، من أهمها الصحاري الباردة اللي بتتميز بالبرودة والجفاف وبتنتشر بآسيا الوسطى وأمريكا الجنوبية وأستراليا. بس بتضل أهم الصحاري الباردة هي الصحاري القطبية بالقطبين الشمالي والجنوبي. تاني نوع من الصحاري هو الصحاري الحارة اللي بتكون حرارتها عالية كتير بالصيف وتبخر المي فيها بيكون أكتر من المطر. من أشهرها الصحراء الكبرى بأفريقيا والصحراء العربية بآسيا. وفي كمان الصحاري الساحلية، وهي بتكون موجودة بالمناطق المدارية وأكثر سبب لجفاف المناطق. والتيارات البحرية الباردة اللي بتوصل من المناطق القطبية بتخلي الهواء اللي فوقها بارد وجاف، الشي اللي بيقلل الأمطار كتير. من أشهر الصحاري الساحلية صحراء ناميب بجنوب أفريقيا وصحراء أتاكاما بأمريكا الجنوبية. أما صحاري ظل المطر فهي صحاري بتكون موجودة ورا سلسلة جبال عالية تمنع وصول كتل الهواء الحاملين للرطوبة، وهيك بتقل الأمطار. من أشهر صحاري هالنوع صحراء ديز فالي وصحراء موغافي بأمريكا الشمالية. الصحاري بتغطي تلت مساحة الكرة الأرضية تقريبا. الصحراء القطبية الجنوبية أنتاركتيكا هي أكبر صحراء بالعالم، والصحراء الكبرى هي أكبر الصحاري الحارة. أما الصحراء العربية فبتحتل المركز الخامس من أكبر صحاري العالم. بدون المي المصدر الأساسي للحياة بتصير الحياة بالصحراء شبه مستحيلة، ومع ذلك قدرت مجموعة من النباتات تتكيف وتلاقي طريقة لتعيش بالصحراء. بعض النباتات طول وحجم جذورها بيكون كبير كتير بالنسبة للساق والأوراق اللي فوق الأرض. بعضها أوراقها صغرت كتير وصار شكلها مثل الإبر لحتى تقلل النتح وخسارة المي. حتى في منها استغنت عن الأوراق تماما وصارت تستخدم الساق بعملية البناء الضوئي. وطبعا من أهم مزايا النباتات الصحراوية هي سماكة الساق تخزن وتحافظ على المي داخل النبات. من أشهر النباتات الصحراوية إليفنت تري والصبار. الحيوانات كمان كان لازم تتكيف لتعيش بالصحراء وظروفها القاسية. بعض الحيوانات مثل الجمال والسلاحف بتخزن المي بجسمها، وبعض الحيوانات بتاخد الرطوبة من الأكل اللي بتاكله مثل الفئران والأفاعي. وبشكل عام كثير من الحيوانات الصحراوية بتعيش تحت الأرض وبتطلع بالليل لما بيكون الجو أبرد ليتجنبوا حرارة الشمس بالنهار. الواحات هي مناطق من الصحراء تتمتع بوجود مياه جوفية قريبة من سطح الأرض، ممكن تظهر على شكل ينابيع وبحيرات أو يطلعها الإنسان عن طريق الآبار. هالشي بيساعد على نمو نباتات متنوعة من أهم أشجار النخيل، وهيك
صار استقرار الإنسان الزراعة والرعي شي ممكن. تكون الواحات عبارة عن استراحات على طرق السفر الصحراوية. من أشهر الواحات واحة الخارجة وسيوة، والواحات البحرية بمصر، وواحة القطيف والعلا بالسعودية. وعلى فكرة غوطة دمشق عبارة عن واحة شكل نهر بردة. السراب وهو تخيل وجود المي على مسافة بعيدة بالصحراء، اللي كتير ناس بتفكر سببه كتر العطش، وهو بالحقيقة ظاهرة بصرية ما لها علاقة بالعطش أبدا. وبتصير هالظاهرة لما بتسخن الشمس سطح الأرض لدرجة كبيرة لغاية ما يزيد الفرق بين درجة حرارة الأرض والهواء اللي فوقها عن 10 درجات. هالشي بيعمل اختلاف بكثافة الهواء، وهون تختلف درجة انعكاس أشعة الشمس على ارتفاع متر تقريبا من الأرض، لتشكل صورة انعكاس غير واضحة للسماء بتبين من بعيد كأنه مسطح مائي. التصحر وهو زيادة مساحة المناطق الجافة وتحول الأراضي الزراعية لصحاري، يعتبر واحد من أكبر الأخطار اللي بتواجه البشرية على سطح الأرض، لأنه مع زيادة عدد البشر الحاجة للزراعة بتزيد، والتصحر بيقلل المساحات الزراعية. صحراء جوبي هي أكثر صحراء عم تكبر بالعالم، كل سنة تكبر حوالي 3600 كيلومتر مربع. للأسف الإنسان له دور كبير بهالظاهرة عن طريق قطع الأشجار الغابات والتأثير الكبير بالاحتباس الحراري. الصحاري غنية بالثروة المعدنية، بس الثروة الأهم هي الطاقة الشمسية. بالوقت اللي انتشرت فيه محطات الطاقة الشمسية بصحراء موافي بأمريكا الشمالية، السعودية عم تقطع خطوات كبيرة للاعتماد على الطاقة الشمسية عن طريق مشاريع مميزة مثل مشروع سكاكا بمنطقة الجوف. وعلى فكرة بتقول الدراسات إن الصحراء الكبرى تعتبر أفضل مكان لتوليد الطاقة الشمسية بالكرة الأرضية، ممكن تلبي معظم احتياجات العالم من الكهرباء إذا انتشرت فيه مشاريع الطاقة الشمسية. اكتبوا لي بالتعليقات مين هو الكوكب الوحيد بالمجموعة الشمسية اللي فيه صحاري مثل الأرض، وعملوا لايك للفيديو وشاركوه برفقاتكم، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة. باي.